بيبدأ الفيلم بمنطقة كلها تلج، وبنشوف واحد محارب اسمه إجناسيو ومعاه رئيس العلماء جوزيه، وبيكونوا شغالين تبع شركة اسمها كورد اندستريز، وبيدوروا بيعملوا تعدين لشيء شكله مدور. وفي الوقت ده بتوصل فيكتوريا صاحبة الشركة، وبتشوف ان داخل الحاجة المدورة دي طلع منها حشرة آلية على شكل خنفساء. ولما فيكتوريا بتشوف الخنفساء دي بتفرح جدا. وبعدها بنروح وبنشوف ولد اسمه جيمي، وبيكون لسه مخلص دراسته الجامعية وراجع مدينته، وبتكون عيلته كلها مستنياه في المطار علشان تستقبله، وبيكون معاهم والده ألبرتو ووالدته روشيو وعمه رودي واخته ميلاجرو وجدته. وبعد ما بياخدوا جيمي بيروحوا كلهم علشان يتغدوا سوا. وهناك بيعرف جيمي من عيلته ان شركة كورد اندستريز بدأت تسيطر على المدينة كلها بالتدريج، وبسببهم عيلته خسرت المحل بتاعها وبقى عليهم ديون كتير، وقريب جدا ممكن يخسروا بيتهم. وكمان بيعرف جيمي ان بسبب الظروف الصعبة دي والده ألبرتو جاله أزمة قلبية، فبيزعل جيمي وبيقول لهم انه خلاص خلص دراسته وبقى معاه شهادة، وانه هيدور على شغل كويس وهيسدد كل الديون دي. لكن بتعدي الأيام وجيمي مش بيلاقي أي شغل خالص، فبيكون متضايق جدا وبيقول لأخته ميلاجرو إنه في يوم من الأيام هيكسب فلوس كتير وهيصلح كل حاجة. وبعدها بنشوف جيمي واقف في بيت كبير جدا وفخم، وبنفتكر إنه بقى غني، لكن بنتفاجئ إن أخته ميلاجرو بتنادي عليه وبتطلب منه يكمل تنظيف. وبنعرف ان ميلاجرو بتشتغل خدامة في البيت ده، وهي اللي جابت لجيمي الشغلانة دي علشان يقدروا يجمعوا شوية فلوس. وبنعرف كمان ان البيت الكبير ده بتاع فيكتوريا، وبتدخل فيكتوريا في اللحظة دي، فبيقول لها جيمي صباح الخير، لكن هي بتتجاهله تماما وبتدخل جوه، وبتقابل بنت اخوها جينيفر. وبتكون جينيفر متعصبة جدا على فيكتوريا وبتفرجها على فيديو لجهاز جديد الشركة بتعمله، والجهاز ده بيدخل جوه جسم الانسان وبيحوله لمحارب خطير جدا، وعنده قدرات تخليه يدمر اي حاجة. فبتزعق جينيفر لفيكتوريا وبتعرفها ان الشركة ما ينفعش تصنع الأسلحة دي. وبنعرف ان الشركة دي كانت في الأصل بتاعت والد جينيفر، لكن بعد ما مات فيكتوريا مسكت الشركة وبقت هي الملكة. وكانت آخر أمنية لوالد جينيفر ان الشركة ما تعملش الأجهزة دي أبدا، وعلشان كده جينيفر كانت واقفة ضد فيكتوريا. لكن فيكتوريا بتفكر جينيفر ان الشركة دي بتاعتها دلوقتي وهي تقدر تعمل اللي هي عايزاه، لكن جينيفر بتفضل مصممة على رأيها. فبيتدخل إجناسيو الحارس الشخصي بتاع فيكتوريا علشان يوقف جينيفر، فبيجري جيمي بسرعة علشان يدافع عن جينيفر ويحميها. وبسبب اللي عمله ده فيكتوريا بتطرد جيمي وميلاجرو من الشغل، فبتزعل جينيفر جدا علشان جيمي اتقطع عيشه بسببها، فبتديله رقم تليفونها وبتقوله ان هي هتساعده وتجيب له شغل جديد. وفي نفس الليلة بيكون جيمي بيفكر يبعت رسالة لجينيفر، لكنه بيكون متوتر ومكسوف، فبيدخل والده وبيشجعه انه يبعت لها، وفعلا بيبعت لها جيمي الرسالة. وتاني يوم الشركة بتكلم جيمي علشان يروح يعمل مقابلة شغل. وفي نفس الوقت بنشوف جينيفر وهي بتدخل معمل الشركة، وبتلاقي الخنفساء الآلية قدامها، فبتاخدها بسرعة وبتحطها جوه علبة برجر وبتهرب بيها. وبعدها بيدخل جوزيه المعمل وبيكتشف ان الخنفساء اختفت، فبيأمر الأمن يقفلوا كل بوابات الشركة فورا. وبتسمع جينيفر صوت انذار الأمن فبتخاف جدا، لكن في اللحظة دي بتقابل جيمي قدامها، فبتديله علبة البرجر وبتقوله انه لازم يحمي العلبة دي وهتديله فلوس مقابل ده، وبتحذره تحذير شديد انه ما يفتحش العلبة دي ابدا. وبعدها بيخرج جيمي من الشركة والامن بيروحوا يفتشوا جينيفر. وبعدها بنشوف جيمي وهو راجع بيته، وعيلته بتشوف العلبة وبيكونوا فضوليين جدا وعايزين يفتحوها. ولما بيفتحوها بيتفاجئوا بالخنفساء الآلية جوه العلبة، فبيبدأوا يلعبوا بيها، لكن جيمي بياخدها منهم. وفي اللحظة دي الخنفساء بتبدأ تنور وبتنط تلزق في وش جيمي، فبيحاول عمه رودي يشيلها من على وشه، لكنه بيتكهرب وبيطير لبعيد. وبعدها الخنفساء بتدخل تحت هدوم جيمي وبيطلع منها رجول زي الحشرة وبتلزق جيمي في السقف، وبيبدأ يتكون درع حوالين جسم جيمي كله، وبيتحول شكله زي البطل الخارق. وبيشتغل نظام ذكاء اصطناعي جوه البدلة، وفجأة البدلة بتكسر السقف وبتاخد جيمي وتطير بيه للفضاء، وبيكون جيمي مصدوم ومش مصدق اللي بيحصل معاه. وبعدها البدلة بتنزل بيه تاني للأرض وبتفضل تطير بيه في المدينة وتتفادى العربيات. وفجأة بيلاقي أتوبيس في وشه، فالبدلة بتعمل درع مخصوص بيقطع الأتوبيس لنصين. وبعدها بيرجع جيمي لبيته والبدلة بتختفي لوحدها، وبنلاحظ إن جسم جيمي مفيهوش أي جرح، لكنه بيغمى عليه من الصدمة. ولما بيفوق بيلاقي إن الخنفساء دي بقت مزروعة جوه ظهره، فبيخاف جدا وبيفكر يكلم الشرطة، لكن عمه رودي بيمنعه وبيقوله إن الشرطة هتفتكره حرامي. فبيقرر جيمي يروح يدور على جينيفر علشان يفهم منها.
وهو في الطريق بيشوف ناس بتطارد جينيفر، فبياخدها في عربيته بسرعة وبيرجع بيها على بيته. وهناك جينيفر بتفهمه إن الخنفساء دي سلاح خطير جدا، وإن فيكتوريا عايزة تستخدمها علشان تقوي مشروعها اللي اسمه أوماك. ولما جيمي بيسألها ليه الخنفساء اختارته هو بالذات، فبتقوله إنها ما تعرفش، لكن الإجابة ممكن يلاقوها في مفتاح موجود في برج كورد. فبيروح رودي وجيمي وجينيفر لبرج كورد، وبيستخدموا جهاز تشويش علشان يعطلوا الكاميرات. وأول ما الحراس بيتلهوا بيدخلوا هما الاتنين وبيسرقوا المفتاح، والمفتاح ده بيتحول لساعة، وجينيفر بتكتشف ان دي ساعة والدها. وهم خارجين بيطلع لهم إجناسيو وبيحاول يوقفهم، فبتشتغل بدلة الخنفساء على جيمي وبيبدأ يضرب في إجناسيو، وإجناسيو بيستخدم بدلة الأوماج بتاعته اللي لسه ما كملتش، وبتبدأ خناقة كبيرة بينهم. وجيمي بيكتشف أسلحة كتير جوه البدلة بتاعته، وبيضرب إجناسيو جامد جدا وبيكون خلاص هيقتله، لكن جيمي بيوقف الذكاء الاصطناعي وبيقول له إنه مش عايز يقتل حد. وفجأة رودي وجينيفر بيهربوا بالعربية، فإجناسيو بيضرب عليهم نار، فبيجري جيمي ناحية العربية، وإجناسيو بيقوم بسرعة علشان يهجم على جيمي، لكن رودي بيخبط إجناسيو بالعربية وبينقذ جيمي، وبيهربوا هما التلاتة من المكان. وتاني يوم الصبح بيروحوا لقصر جينيفر القديم، وبيستخدموا الساعة علشان يفتحوا مخبأ سري تحت الأرض. وهناك جينيفر بتكتشف إن والدها كان هو البطل الخارق بتاع المدينة اللي اسمه البلو بيتل أو الخنفساء الزرقاء، وإنه كان بيستخدم الخنفساء علشان يقضي على الجرايم وعمل أسلحة وتكنولوجيا كتير جدا. وفي الوقت ده رودي بيستخدم كمبيوتر قديم علشان يلاقي حل لمشكلة جيمي، وجيمي بيدخل الحمام وبيشوف إن في جرح بينور باللون الأزرق في جسمه، وده معناه إن الخنفساء بتندمج مع جسمه بالتدريج، لكن الجرح ده بيخف بسرعة. ولما بيخرج بيلاقي جينيفر زعلانة وبتفتكر والدها، فبيقف جنبها وبيواسيها وبيقربوا من بعض، لكن رودي بيقاطعهم وبيقول لهم إنه لقى معلومات جديدة، وإن الخنفساء دي مستحيل تتشال من جسم جيمي طول ما هو عايش، وإنها هتحميه مهما كان التمن. فبيخاف جيمي وبيحس إنه اتورط ورطة كبيرة، لكن رودي بيقنعه إنه لازم يتقبل الخنفساء ويكون هو البطل. وفي الوقت ده فيكتوريا بتعرف إن جيمي هو اللي معاه الخنفساء، فبتبعت قوات عسكرية خاصة على بيته علشان يقبضوا عليه. وجيمي وجينيفر ورودي بيشوفوا طيارات فيكتوريا وهي رايحة على بيت جيمي، فبيحاول جيمي يشغل البدلة لكنها مش بتشتغل، فبيفتكر إن الخنفسة دايما بتحميه في وقت الخطر، فبينط جيمي من فوق المبنى، وفجأة البدلة بتشتغل وبيطير بسرعة على بيته. وهناك عساكر فيكتوريا بيسحبوا عيلة جيمي بره البيت وبيرفعوا عليهم السلاح، لكن جيمي بيوصل في اللحظة دي وبيزق العساكر ويوقعهم على الأرض. وبتكون فيكتوريا عايزة تشوف قوة البدلة، فبتؤمر العساكر يضربوا نار على عيلته، فبيشغل جيمي الدرع بتاعه وبيحميهم من الرصاص، وبيطلب من الذكاء الاصطناعي يديله أسلحة ما بتقتلش، وبيبدأ ضرب في العساكر كلهم. وفي وسط الزحمة دي العيلة بتحاول تهرب وميلاجرو بتقع على الأرض، ولما والدها ألبرتو بيروح لها علشان يساعدها، في عسكري بيضربه جامد فبتجيله أزمة قلبية وبيقع على الأرض. وهنا إجناسيو بينشن سلاحه على جيمي وبيكون خلاص هيضربه، لكن جيمي بيسمع صوت والده فبيسيب اللي في إيده وبيروح علشان ينقذه. فبيستغل إجناسيو الفرصة وبيضرب جيمي بتكنولوجيا بتضعف قوة الخنفساء وبيوقعه على الأرض، وفي ثواني بيتضرب بيت جيمي بصاروخ وبيولع كله، وجيمي بيكون باصص لوالده وهو بيموت ومش قادر يعمل له حاجة. وبيجي إجناسيو وبياخد جيمي معاه، وتاني يوم الصبح بنشوف عيلة جيمي وهم منهارين وزعلانين جدا على موت ألبرتو، لكن الجدة بتقويهم وبتقول لهم إنهم بدل ما يعيطوا لازم يروحوا ينقذوا جيمي. فبتيجي جينيفر وبتاخد العيلة كلها للمخبأ السري بتاع والدها، وبتوريهم طيارة سريعة جدا اسمها بيج، وبياخدوا أسلحة كتير من المخبأ. وميلاجرو بتاخد سلاح على شكل جوانتي، والجدة بتاخد أسلحة بتضرب من مسافات بعيدة، وبيخططوا يروحوا يهجموا على قلعة في جزيرة اسمها باجو، لأن فيكتوريا واخدة جيمي هناك وبتحاول تطلع الخنفساء من جسمه، وبتكون موصلاه بجهاز بينقل بيانات الخنفساء لقاعدة بيانات الأوماك، والعملية دي ممكن تقتل جيمي. وكمان إجناسيو بيكون متوصل بنفس الجهاز علشان بيانات الخنفساء تتنقل للبدلة بتاعته. وأول ما العملية بتبدأ جيمي بيصرخ من الألم وبيدخل في غيبوبة، وبيشوف رؤية للحياة التانية وبيقابل والده ألبرتو، ووالده بيقوله إن مصيره هو إنه يتقبل الخنفساء الزرقاء ويكون هو البطل. فبيفوق جيمي من الغيبوبة وبيتقبل الخنفسة المرة دي بشكل كامل، لكن بيكون في أكواد اتنقلت لإجناسيو وخلت بدلة الأوماج بتاعته قوية جدا. وفي نفس الوقت رودي بيخبط طيارة البج في القلعة، والعساكر بيضربوا عليهم نار، لكن الطيارة بتكون قوية جدا وما بتتأثرش.
والطيارة بتضرب العساكر برجليها، ورودي بيدوس على زرار بيخلي الطيارة تطلع دخان أزرق بينيم العساكر كلهم. وبعدها بتدخل ميلاجرو وجينيفر جوه القلعة، وبيلاقوا جهاز كبير للأماج بيسحب طاقة الخنفساء، فبيستخدموا قنبلة وبيفجروا الجهاز ده، فبيقع جزء من القلعة، وميلاجرو وجينيفر بيتفرقوا عن بعض. وداخل المعمل جيمي بيفوق، لكن مش بيعرف يستخدم البدلة لأن النظام بتاعها بيعمل إعادة تشغيل. وجوزيه بيكتشف إن نوايا فيكتوريا شريرة، فبيقرر يساعد جيمي وبيفتح له الباب علشان يهرب، لكن إجناسيو بيشوفه وبيقتله فورا، وبيحصل انفجار في المعمل. لكن إجناسيو بينقذ فيكتوريا، وفيكتوريا بتروح علشان تدور على جينيفر، وجيمي بيلاقي نفسه متحاصر بعساكر كتير. لكن جدته بتظهر فجأة وبالأسلحة اللي معاها بتخلص على العساكر كلهم في ثانية، وبيرجعوا كلهم للطيارة. لكن جيمي بيلاحظ إن ميلاجرو وجينيفر لسه ما رجعوش، فبيرجع تاني جوه القلعة علشان ينقذهم. وهناك ميلاجرو بتكون بتستخدم الجوانتي بتاعها علشان تضرب العساكر، لكنهم بيكتروا عليها، فبيظهر جيمي وبدلته بتكون اشتغلت وبقى متحكم فيها بنسبة 100%، وبيخلص على العساكر كلهم بسهولة. لكن إجناسيو بيظهر وبيضرب جيمي وبيطيره من الحيطة للناحية التانية، وجيمي بيقوم وبيبدأ يضرب في إجناسيو، وبيطيروا هما الاتنين للفضاء وهما بيضربوا في بعض، وبينزلوا تاني للأرض وهما لسه بيضربوا في بعض. وفي الوقت ده فيكتوريا بتمسك جينيفر وبتاخدها لطيارة هليكوبتر علشان يهربوا، لكن جينيفر بتطلع لبانة متفجرة بتاعة والدها وبتحطها في الطيارة بتنفجر وبتقع، لكن جينيفر وفيكتوريا بيعيشوا. وجينيفر بتكسر الجهاز اللي عليه بيانات الخنفساء علشان فيكتوريا ما تقدرش تصنع أجهزة زيها تاني أبدا. وجيمي بيطلب من بدلته سلاح من خياله وبيضرب بيه إجناسيو، لكن إجناسيو بخبرته في الحروب بيقدر يوقع جيمي على الأرض. ورودي بيحدف طوبة على إجناسيو علشان يشتته، فإجناسيو بيضرب رودي بالنار. ولما جيمي بيشوف عمه بيتضرب بيتجنن وبيغضب جدا، وبيمسك إجناسيو وبيكون خلاص هيخلص عليه ويقتله. لكن الذكاء الاصطناعي بيفكره إنه مش قاتل، وبيعرض له ذكريات إجناسيو القديمة، وبيكتشف جيمي إن إجناسيو ضحية زيه بالظبط، لأنه هو صغير قنبلة من شركة كورد وقعت على بيته وموتت والدته، وفيكتوريا أخدته وربته علشان تستخدمه في مشروع الأوماج بتاعها. فبيسيب جيمي إجناسيو وما بيرضاش يقتله. وهنا إجناسيو بيفهم إنه يقدر يعصي أوامر فيكتوريا وما يبقاش عبد ليها تاني، فبيروح إجناسيو لفيكتوريا وبيشغل قنبلة بتعمل انفجار ضخم جدا بيموته هو وفيكتوريا، والجزيرة كلها بتبدأ تنفجر وتتدمر. فبيجي رودي بطيارة الباج وبينقذ جيمي وجينيفر، وبيهربوا كلهم من المكان، وبيفضلوا حزانة على موت ألبرتو. وبعد فترة جينيفر بتمسك إدارة شركة كورد، وبتطلع في الأخبار وبتقول إن الشركة هتبطل تصنع أسلحة وهتشتغل في مشاريع تفيد الناس. وجيمي وعيلته بيروحوا يبصوا على بيتهم المحروق وبيفكروا هيعملوا إيه، فبيتلم عليهم كل جيرانهم وبيرحبوا بيهم. وبتيجي جينيفر وبتقول لهم إنها هتعين رودي في الشركة لأنه مخترع شاطر، وإنها هتعوض العيلة وتديلهم فلوس. وبعدها جيمي بيطلب من جينيفر تخرج معاه، وبيبوسوا بعض، وجيمي بياخدها وبيطير بيها في السماء. وفي نهاية الفيلم بنشوف مخبأ والد جينيفر، وفجأة الكمبيوتر بينور لوحده، وبتشتغل رسالة صوتية لوالد جينيفر بيقول فيها أنا لسه عايش في مكان ما. وبيخلص الفيلم. وما تنسوش تشتركوا في قناة عش الأفلام وتعملوا لايك للفيديو، وتقدروا تقترحوا علينا في التعليقات أي مسلسلات أو أفلام حابين نلخصها ليكم المرة الجاية. ونشوفكم الملخص اللي جاي. سلام.